النوم هو اهم حاجه في يومنا، لكن تفتكر ليه ممكن تنام بال20 ساعه وتصحى جسمك مدغدغ وعايز تنام تاني؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم الاول نفهم الناس كانت بتبص للنوم ازاي. الاول كانوا الناس بيعاملوا النوم بطريقه ما تمنهاش لألد اعدائي، كانوا بيعاملوه على انه حاجه. يا باشا انا الناس بتعاملني على اني ولا حاجه. انا طول عمري بتضرب بالجزمه، طول عمري مفيش حد بيعاملني على اني حاجه مهمه، كأن لا مؤاخذه حرامي جاي يسرق حته من اليوم ويمشي. طب انا اعمل ايه يعني يا باشا؟ انا بخدم 8 مليار بني ادم، 8 مليار بني ادم مفيش واحد بيقدرني. لا واللي زاد وغطى بتشتم. يعني ايه بتشتم؟ يعني ايه عيل يكون بيكلم واحده يقول لها مش عارف نفسي اكمل معاك اليوم بس النوم ابن هو اللي عايز؟ يعني ايه بتشتم؟ ده انت عارف هو في ايه يا جدعان؟ هو يعني هو انتوا مش بني ادمين مش هتحسوا بينا؟ ده حاجه يعني حاجه تقرف يعني. بس ايه الاوفر ده؟ يا عم هو مش حاجه ما ترضيش بني ادمين يعني، والله حاجه ما يا باشا. حلو ده، مين اللي عامله؟ حلو خلاص هديت يا باشا، هديت. كمل تصوير. المهم يا باشا فضلت مفيش تقدير لحد اما العلماء اكتشفوا حقيقتي. العلماء طول عمرهم عايزين يفهموا النوم ويفهموا ايه وظيفته بالظبط، لحد ما فهموا ان النوم ما بيعطلش الجسم زي ما كانوا فاكرين. بالعكس، ده من غير النوم الجسم ممكن يتدمر. ومع الوقت عرف العلماء ان الجسم والمخ مش بيعطلوا وانت نايم، ده بس نشاطهم بيقل، وان النوم ده رحله بيعدي بيها الانسان، وزي ما اي رحله ليها اجزاء ومراحل فالنوم برضه ليه اجزاء ومراحل، والمراحل دي اتسمت بدوره النوم او السليب سايكل. والرحله اللي بيعدي بيها الجسم دي متكونه من جزئين، الاول هو نوم حركه العين البطيئه، والتاني هو نوم حركه العين السريعه. ولو مسكنا نوم حركه العين البطيئه هنلاقي الجزء ده فيه 3 مراحل. اول مرحله بتبدا اول ما تغمض عينك وتروح في النوم والمخ يبدا يبعت اشارات علشان تنام، وفي المرحله دي سهله اي حد يصحيك. اما المرحله الثانيه فهي مرحله النوم الخفيف، وهنا القلب بيبتدي يدق ابطا وحراره الجسم بتبقى اقل، وهنا الجسم بيستعد لدخول المرحله اللي بعدها وهي مرحله النوم العميق. وفي المرحله دي المخ بيطلع اشارات توقف حركه العين والعضلات، وده بيحصل عشان المخ يدي فرصه للجسم يصلح الانسجه البايظه والعضلات ويقوي المناعه ويحفز النمو ويجمع طاقه لليوم الجديد. وفي المرحله دي انسى اي حد يعرف يصحيك فيها. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من النوم بمراحله الثلاث، ومستعدين ندخل للجزء الثاني من النوم والجزء الاهم، وهو نوم حركه العين السريعه اللي بيبدا بعد حوالي 90 دقيقه من الدخول في النوم. وفيه العين بتبتدي تتحرك بسرعه جدا والمخ بيبقى في اعلى نشاط ليه. وهنا بتبدا المرحله الاحلى في كل ده، وهي الاحلام، واللي بسببها ضربات القلب وضغط الدم بيزيدوا والتنفس بيبقى مش منتظم. وبيبدا المخ يعمل حاجه مهمه قوي، وهو انه بيجمع المعلومات ويعالجها وينقلها للذاكره طويله المدى. بس برضه لحد دلوقتي انا مش فاهم ليه ممكن انام بال20 ساعه واصحى جسمي مدغدغ، وده كله بسبب واحد ما عندوش دم، ما عندوش اخلاق، ما عندوش ضمير، تقدر تقول عليه ارهابي. واحد ما بيخافش على الناس، ما بيقدرهمش. بطل اوفر ايه؟ ببساطه يا جماعه علشان واحد بيصحيكوا في نص دوره النوم. لما الشمس تروح وتيجي بدلها نجوم، يبقى الوقت ده ايه؟ يبقى ده وقت النوم. لما الشمس تروح